السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة طبخ هبة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اسهل والذ ما يمكن لكم توجدوا الكوتي، وصفه اللي اقتصاديه بدون حليب وبدون عصير وغير ببيضه واحده فقط. كنحصلوا على حريشات اللي كيجيو غزالين شهوه منهم وكيجيو خفاف من الداخل وهشاش تيذوبوا في الفم، يعني حريشات اللي ناجحين 100%، وكذلك بدون سميد. غادي نحضرهم غير بالفينو والنتيجه هائله وكيتحضروا في رمش العين. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. فغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج كاس الا ربع ديال الزيت ما يعادل 110 غرام، كاس الا ربع ديال السكر ما يعادل كذلك 110 غرام، عندي ربع كاس ديال الماء ولكن ما غاديش نديرو كامل، غادي نحتاج غير واحد 20 غرام، عندي ملعقه كبيره ديال الفيرميسال، بيضه، ملعقه كبيره ديال المربى، عندي واحد العلبه ديال ياغورت كبيره من وزن 110 غرام بالنكهه ديال الفاني، غادي نحتاج 350 غرام ديال الفينو أي دقيق القمح الصلب ماشي السميد ولكن الفينو، وغادي نحتاج كيس ونصف من الخميرة ديال الحلوى. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. هنا غادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نخلط. فانا غادي نخلط هنا كلشي المكونات بدقة وحدة، يعني ما غاديش ندير كل حاجة بوحدها ونبدا نخلط، وغادي نخلط غير بيديا. كنخوي داك الفينو هو الاول، من بعد كنزيد داك السكر وكنزيد ديك العلبة ديال الياغورت. تقدروا ديروا النكهة اللي بغيتو، تقدروا نتوما ديروا الكوك. انا اكتفيت غير بالفيرميسال، يعني ما درتش الكوك. هنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال المربى، فالمربى كيعطي واحد التعليكه للحريشات، تقدروا تعوضوه بالعسل كذلك كيعطي حتى اللون زوين. غادي نضيف واحد الرشه ديال الملح، كنزيد ديك البيضه ديك الفيرميسال، وكنضيف الخميره ديال الحلوى، كندير كيس ونصف اي ما يعادل 12 غرام. وبالنسبه للتنسيم فتقدروا تنسموا باش ما بغيتو، يعني حتى القشور ديال الحامض وديال البرتقال راه كيجي زوين في الحريشات. وفي الاخير غادي نضيف ديك الزيت وصافي. غادي نخلط المكونات مزيان كما قلت لكم، غادي نخلط غير بيديا. تقدروا تستعملوا الطراب كيبقى لكم الاختيار. غادي نخلط جيدا. هنا من بعد ما خلطت غادي نضيف الماء. كنضيف الماء بالتدريج، يعني كنضيف هكا غير شويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. اصلا يعني الخليط راه مرخوف ما راهش قاصح، فكنضيفو تقريبا هكاك واحد 20 غرام ديال الماء اي ما يعادل هكاك واحد 4 المعالق كبار. المهم الخليط خاصو يجي شويه مرخوف، ما ديروش المهم جاري بزاف، يكون مرخوف، يكون ما قاصح ما جاري اكثر من القياس. صافي من بعد ما جمعته مزيان، هنا كنوريكم يعني داك الربع كاس ديال الماء يعني قسمته على زوج. صافي دابا غادي نبداو مباشره نشكلوا الحرشه ديالنا، يعني غير بين ما غسلت يديا ونظفت البلاصه من تما وغادي نبداو نشكلوا الحريشات. هنا غادي نجيب هكا واحد الطبسي فاش غادي ندير داك الخليط اللي غادي نزين به الحريشات. كندير واحد 2 معالق كبار ديال الكوك، كنضيف هكا واحد 3 معالق كبار ديال الكاوكاو اللي يكون مهرمش، الكاوكاو خضر ما تحمروش حيت غيتحمر مع الحريشات. وغادي نضيف حتى واحد المعلقه كبيره ديال السكر. وصافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم. تقدروا ديروا نتوما الجنجلان او ديروا غير الكوك يعني بوحدو، المهم كيبقى لكم الاختيار في التزيين. وصافي غادي نبدا نشكل الحريشات ديالي. فانا هنا راني كنت بديت كنشكل ولكن داك المقطع ما تصورش، ما عرفتش كيفاش، يعني الكاميرا كانت مطفيه. المهم كندير هكا حدايا واحد الزلافه كيكون فيها شويه ديال الماء، كنفزق يديا باش الخليط ما يلصقليش في اليدين، وكنبدا ناخذ هكا القليل ديال الخليط كنكور ما بين يديا، ومن بعد كنوضعه في داك الخليط ديال الكوك والكاوكاو، وكنغطيه بداك الخليط من الفوق ومن التحت بحال هكا. كنقادهم هكا مع الجناب باش يجي الشكل ديالهم دائري. وبالنسبه للحجم فانتم اللي كتحكموا فيه واش بغيتو ديروهم صغار او كبار. فصراحه انا هنا كبرتهم واحد شويه، كل وحده درتها قد الخبزه. فغير حاولوا نتوما انكم تصغروهم شي شويه، حيت راه ملي كتدخلوهم الفران راه كيتنفخوا كيتزاد الحجم ديالهم. فانا كنت مزروبه واحد شويه ودرت هكا الحجم يعني اللي كبير، ولكن كما شفتوا معايا في الاول يعني جا الحجم ديالهم كبير بزاف. صافي غادي نستمر المهم بحال هكا حتى كنسالي الكميه ديال الخليط اللي عندي.
وهنا من بعد ما ساليت وستفتهم بحال هكا في اللاطه تكون فرشه بالورق ديال الزبده او دهنوها بشويه ديال الزيت باش هكا ما يلصقلكمش الحريشات من التحت. وحاولوا انكم تباعدوا بيناتهم قليلا كما راه موضح في الفيديو، حيت منين غادي ندخلهم للفران فغادي يسيحوا الحريشات وغادي يزاد يعني الحجم ديالهم، وكذلك غادي يتنفخوا، يعني خليو لهم المكان فين غادي يتنفخوا باش ما تجيش هكا وحده لاصقه مع وحده. وصافي من بعد كندخلهم للفران. فمنين تكونوا كتشكلوا فيهم شعلوا على الفران باش يسخن مزيان. بعد ما كيسخن كتنقصوا على العافيه، كترجعوها مهيله وكتدخلوا الحريشات ديالكم كديروهم من التحت، النار تكون شاعله من فوقهم حتى تشوفوهم تشققوا مزيان من الوجه. عادي يمكن لكم تشعلوا لهم النار من التحت او كتطلعوهم من الفوق يعني باش يكملوا الطياب ديالهم، وكتخليهم يعني حتى كيطيبوا مزيان وتشوفوهم هكا تحمروا من التحت، بدات الحموريه كتطلع مع الجناب. عاد شعلوا ليهم النار من الفوق او هبطوهم من التحت باش يكملوا هكا التحمار من الوجه. كيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا، فراهم كيجيو غزالين الشهوه منهم. انا وريت لكم هنا واحد الحبه يعني درتها هكا صغيره، فكيجي الشكل ديالها زوين، سواء يعني درتوهم كبار او صغار راهم كيجيو زوينين وكيجيو محمرين كما شفتوا. وحتى الشكل ديالهم كيجي زوين، فهاديك الفيرميسال وداك الكاوكاو والكوك اللي درنا لهم هكا من برا كيعطيو واحد المنظر زوين للحريشات. فهنا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا كي كيجيو من الداخل، فراهم كيجيو خفاف خفاف بزاف وكيجيو هشاش يذوبوا في الفم. اما اللذه يعني ما نقول لكمش، راهم كيجيو لذاذ لذاذ. فكنتمنى تجربوهم حيت فعلا كيستحقوا التجربه. وكما شفتوا معايا يعني التحضير ديالهم راه جد سهل، كذلك حتى المكونات بساط في متناول الجميع. فهكا يعني توجدوهم للكوتي او الفطور ديال الصباح يعني دغيا كيوجدوا. وحتى الا كانوا جايين عندكم هكا الضياف على غفله، فصراحه يعني وصفه اللي كتحمر الوجه حيت كيجيو لذاذ بزاف. فكنتمنى فعلا انكم تجربوهم. وكما العاده الا جربتوا الوصفه وعجباتكم فما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وكذلك تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش تخلوا لي واحد لايك. الله يجازيكم بخير، ونخليكم دابا في رعايه الله حتى الوصفه القادمه بحول الله.